أبو تريكة يقدم مقترح غير متوقع لحسام حسن لتفادي الصدام مع الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني. أكد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب كان عليه تقليل عدد اللاعبين من الأهلي في المعسكر الحالي، مشيرا إلى أنه من حق النادي الأحمر طلب لاعبيه قبل مواجهة سيمبا التنزاني، وكان يجب التفكير مبكرا في هذا الأمر منعا لوجود أزمة. وقال أبو تريكة في تصريحاته التلفزيونية: يجب استدعاء 7 لاعبين من الأندية الأخرى من الزمالك وبيراميدز وباقي الأندية، خصوصا إن الأهلي في موقف صعب ويحتاج إلى لاعبيه. وأضاف أبو تريكة: من الأفضل ضم لاعبين آخرين وترك لاعبي الأهلي، فهناك عناصر في الزمالك مثل دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي، وأيضا لاعبي المنتخب الأولمبي مثل إبراهيم عادل، ولا يجب وصول الأمور لمرحلة العند. الأفضل يخوض لاعبي الأهلي المباراة الأولى مع ترك اللاعبين بعد ذلك للحاق ببعثة الفريق الأحمر. وواصل أبو تريكة: يجب الآن على حسام حسن استدعاء لاعبين آخرين من الأندية الأخرى، خصوصا أن البطولة في القاهرة والموضوع سهل في ضم أي لاعب محلي، يجب معالجة المشكلة سريعا. وأكمل أبو تريكة: قوائم المنتخبات دائما بيكون فيها لاعبين احتياطيين للمعسكر، وهناك لاعبين تتدرب مع أنديتهم ويكونوا جاهزين في أي وقت للانضمام للمنتخب، وكل القوائم بيكون فيها قائمة أساسية مع وجود 4 لاعبين على الأقل في القائمة الاحتياطية.